لو بتشتغل في ألمانيا وصحيت الصبح لقيت نفسك تعبان ومش قادر تروح الشغل، تقدر تبلغ الاربايتسجيبر اللي هو صاحب العمل بتاعك وتقول له انك تعبان مش تقدر تيجي النهارده. ولو تاني يوم ما تحسنتش برضه نفس الكلام، تالت يوم ما تحسنتش نفس الكلام. فتقدر تقعد في البيت من غير ما يبقى معاك اي ورقه رسميه بتقول انك عيان، يعني ما تروحش للدكتور لمجرد بس ان انت اللي بتقول للراجل صاحب الشغل انا عيان مش هقدر اجي. حد اقصى 3 ايام انك تعمل الموضوع ده. بعد 3 ايام لازم هيطلب منك حاجه اسمها Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. ما تقدرش تقعد في البيت من غيرها. ما ينفعش يعني تكمل بقى اسبوع او اسبوعين وتقول اصل انا عيان ومش هقدر اروح الشغل. لو تعبان يبقى لازم في الحاله دي تروح للدكتور بتاعك الهاوس ارتس لازم تروح له وتطلب منه ان هو يكشف عليك. ولو لقاك تعبان ومحتاج للراحه هيديلك حاجه اسمها Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. دي زي كده افاده بعدم القدره على العمل، ترجمتها كده بالظبط. فهحط لكم صورتها على الشاشه. فلو بتروح للدكتور ساعتها هيديلك ورقتين Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung زي دي كده، يعني هي دي اهي مكتوب حتى عليها Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung، عشان الكاميرا مبينه ولا لا. فبيدي لك نسختين، واحده منهم بتكون للاربايتسجيبر بيبقى مكتوب عليها ان هي تسلمها للاربايتسجيبر، وواحده تانية بتبقى ليك انت. النسخه بتاعه الاربايتسجيبر مش مكتوب فيها الدايجنوزس عشان البرايفسي، مش مكتوب فيها انت عندك ايه، تعبان بتشتكي من ايه، لان دي حاجه خاصه بيك. طالما انت عيان انت عيان خلاص، يعني مش لازم توضح له ايه السبب او عندك ايه، دي حاجه خاصه بيك انت، ملهوش دعوه. هو كل اللي ليه انه ياخد الورقه دي اللي بتقول انك تعبان ومحتاج راحه بس كده. النسخه بتاعتك انت بيبقى مكتوب فيها الدايجنوزس. انا عن نفسي لما باخد حاجه زي دي على طول بعمل لها سكان في ساعتها وببعتها للاتش ار، وبحط المدير بتاعي سي عشان يبقى عارف ان انا ما جيتش الشغل ومعايا ورقه رسميه بكده، بحيث لو هو مثلا دور عليا او يعني حب يشتكي ان انا ما جيتش الشغل او حاجه، لا يبقى في مستند رسمي ان انا اوريدي تعبانه وان هو ملوش حق ان هو يعمل اي حاجه غير ان هو يقبل ده. يعني لازم تبلغ ولازم تعرف الباص بتاعك ان انت عيان وعيان كام يوم وهتغيب عن الشغل كام يوم. فدي من الحاجات المهمه جدا واكيد هتتعرض لها هنا في المانيا. للاسف الواحد بيتعب كتير بسبب تغيير الجو المستمر بشكل unexpected، بشكل غير متوقع. يعني يوم شمس ونفس اليوم ممكن يكون اصلا شتاء بعد الظهر وشمس تاني بعد العصر. الواحد بيبقى عرضة اكتر ان هو يتعب بسبب الموضوع ده. فيعني ربنا يعافي الجميع، ولكن دي حاجة مهمة جدا لازم تعملها وما تنساهاش. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung اكتر من 3 ايام لازم تبقى معاك، اقل من 3 ايام ينفع تبلغ بالايميل وده كافي جدا، وده يعني عذر مقبول. اكتبوا لي في الكومنتس تجربتكم مع الموضوع ده، يعني احب اعرف. وبس كده، تشاو.